ومن الذي تآمر يا أخي؟ خذ هيدي إضافية على صدام حسين. ومن الذي تآمر على كل الدول العربية؟ ومن الذي يدفع اليوم مالا لتدمير سوريا؟ ومن الذي أخذ المنطقة إلى ما هي عليه اليوم؟ ولمصلحة من تدمير سوريا؟ ومن مول داعش؟ ومن مول النصرة؟ ولماذا يدفع 500 مليار دولار لترامب ولا يدفع 100 مليون دولار لإعادة إعمار غزة؟ كلام تعكه كل يوم تقول الحاج. هذه أسئلة كلها سوا مطروحة، بس ولكنكم لا تملكون أجوبة. من 70 سنة يا أخي طلقة. يا أخي ما راح أقول لك لا حزب الله ولا إيران. يا أخي صدام حسين ضرب 39 صاروخ. أن كنتم رجالا في هذا الخليج اجعلوهم 40 صاروخ، صاروخ واحد. الله يهديك. واطلعوا يحكوا بالمقاومة واطلعوا يحكوا بالعروبة واطلعوا يحكوا بالشعارات، بس ولكن شاءت الصدف أن تكون فلسطين في هذا الشرق، وهذا الشرق لا يشترى لا بمال ولا تمر عليه مؤامرات. حالة الوعي لدى الشعوب العربية واضحة، ودرجة معرفة الشعب العربي من يتآمر عليهم عالية جدا. يشتم حكام المتآمرين وفي مقدمتهم محمد بن سلمان يوميا عشرات آلاف المرات على تويتر، وأنت تعرف ولا هم من الشعوب العربية ترفع صور سلمان في الجزائر، والجزائر صاحب التاريخ في المقاومة، ويقال له يا خائن الحرمين. هذا صوت الشعوب العربية. ماذا تريد أن تقول للفلسطينيين الذين لم تدعم فصيل مقاوم منهم يوما واحد ببندقية كلاشينكوف؟ بال 2006 أنت قلت بأننا أبدعنا. طيب ماذا قال يومتها وزير خارجية السعودية؟ قال عنا مغامرون يا دكتور، كانت إسرائيل تقصفنا، فبدل أن يؤمن لنا حماية الإسلامية على قاعدة أن السعودية هي قاعدة الإسلام، ما راح يخلص يبقى راح فتح السقف علينا. جميل جدا، وصلت. دكتور، كيف ترد على الذين يقولون بأن عارف بس دقيقة إنه الخليج وخاصة السعودية يعني مستعدة أن تتحالف مع الشيطان لتواجه إيران، وهذا التحالف السعودي الإسرائيلي أصبح يعني لم يعد بحاجة. أنا بدي أسألك دكتور بس جاوبني عليها. أنت بتعرف بالخليج إذا الخليجيين بعض الدول الخليجية تضع الشخص في السجن لمدة 10 سنوات وتغرم مئات الآلاف من الدراهم والريالات إذا تعاطف مع قطر. إذا تعاطف مع قطر أو حط له كلمة على قطر بيروح في 60,000 داهية. طيب كيف عم يسمحوا لهذا أنور عشقي سر مري رايح على تل أبيب؟ كيف عم يسمحوا للحكيم هذا اللي عم بقول يجب أن نتضامن مع الإسرائيليين وقضية القدس قضية يهودية بالدرجة الأولى وهي تخص اليهود كيف يسمح للعرفج هذا عندما يقول إسرائيل صديقتنا وإسرائيل كذا؟ يا رجل يعني معقول على قطر بيشيلوا العلم تبعها من مباراة أو من كذا، وهذول ما عندهم أي مشكلة يتحدثوا عن إسرائيل بكثير من العشق والغرام؟ كيف ترد؟ شوف يا أستاذ، أولا الحقيقة صفقة القرن اللي يتحدث عنها تصفية القضية الفلسطينية وأنه هذا كله علشان يمهد الأمر محمد بن سلمان علشان يتولى العالم. حلو. هذا شيء مضحك للأسف الشديد. لماذا؟ محمد بن سلمان في ملك بالسعودية له صلاحيات مطلقة، وهو الذي عين هذا الرجل وليا للعهد سواء ابنه ولا غيره، عينه خلصنا انتهينا، وهو الذي يملك حق تنحيته إذا أراد، وبالتالي مش محتاج لا يصفي قضية ولا غيره ولن يصفيها. وتأكد أنه هو أخلص من كثيرين من الذين يبيعون الخطابات النارية حتى يبقوا. بس دكتور ممكن أسألك سؤال، بس بدي أسألك سؤال مشان توضحوا لنا. طيب قضية القدس، نحن الآن أهم شيء بالنسبة لنا قضية القدس هي القضية الأولى الآن بعد أن نقل ترامب السفارة إليها، ماشي؟ أو سينقلها، ماشي. طيب السؤال المطروح، السعودية هي قبلة العرب والمسلمين، لماذا كان صوتها منخفضا جدا وخافتا؟ لماذا ضغطت السعودية على بعض الدول العربية التي أرادت أن تشارك في قمة اسطنبول؟ ماشي طيب قمة اسطنبول